هذا سائل يقول هناك بعض الشبهات المنتشرة بين الإخوة، منها تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين ومعتدلين في الجرح والتعديل، بقصد رد أقوال من وصفوه بالتشدد في هذا الباب. أنا الذي أعلمه في هذه الشبهة أن المتساهلين ما يذكرون، هؤلاء أصحاب هذه الشبهة ما عندهم إلا تقسيم الناس إلى متشدد ومعتدل، ويسقطون عمدا أو جهلا لا أدري. وأما الذي أعرفه فهو ذكر القسمين فقط، معتدل ومتشدد. طيب والمتساهل لماذا لا تذكرونه؟ لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالمتشدد حقيقة ضده وعكس المتساهل، وجاء المعتدل فوقف بينهما. هذا شيء. الشيء الثاني، نقول العلماء في باب الجرح والتعديل يقولون فلان متشدد ويذكرون أمثلة على تشدده، وفلان متساهل ويذكرون أمثلة على تساهله. فهلا ذكر لنا هؤلاء مثالا من المتشددين من هو، ومثالا من تشدداته، ومثالا من المتساهلين من هو، وأمثلة من تساهلاته، فحينئذ نكون معهم على قدم سواء، نستطيع أن نجيبهم. أما أن يلقوا الكلام على عواهنه ويترك المتساهل الذي يأتي يوم من الأيام ويقول لك خذ عن من لم يبدع الجهم بن صفوان، تعلم عليه العلم، إذا كان عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة. شوف، عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة، ما شاء الله، صاحب سنة. السنة ضد البدعة، وإذا عرف السنة عرف البدعة. ما مر عليه في حياته مع حياته العلمية هذه شيء اسمه جهمية وهو صاحب سنة. اللي يقرأ السنة لا بد يمر عليه الجهمية في كثير من أبواب العقيدة. فحينئذ يسأل من هم هؤلاء الجهمية، ومنسوبين إلى من؟ إلى جهم. من هو الجهم؟ يعرف حاله. كيف عالم ما يعرف جهم؟ عالم سنة صاحب سنة ما يعرف جهم الذي أجمعت الأمة على كفره، وما رضي هذا بكفره ذهب إلى تبديعه، وما رضي بتبديعه لم يبدعه، ومع ذلك خذ عنه العلم. هذا هو التساهل والتميع والتلون في دين الله تبارك وتعالى، وإفساد أهل السنة السلفيين، وكسر حاجز الولاء والبراء عندهم لأهل البدع. هذا هو. نحن نقيم الشواهد والأدلة، فهل أنتم تثبتون على إقامة الأدلة والشواهد؟ هات. فهذا هو المتساهل المميع. بعد 22 سنة من حربنا لأهل الأهواء والبدع المتحزبة السياسيين، يأتي إلى السرورية يقول ما في سرورية. في شخص تأثر، صح، تأثر منهج سيد قطب في باب معاملات الحكام والخروج والسمع والطاعة، ويمكن تأثر أفراد، نعم ممكن، لكن أن يقال إن هذه طائفة وهناك طائفة ويصل الأمر إلى أن يقال عنهم إنهم طائفة، هذا ما هو موجود. بعد 21 سنة من كشيفة هذه الطائفة، واعتراف من كان فيها بعد أن خرج منها وشهادته على أهلها، واعتراف قائم هذا الزمان فيها محمد سرور في خطه ونطقه، ويقول لك الآن ما في سرورية. بعدين يأتي يقول لا، يعني إذا نص عالم إمام يقتدى به، بعدين في سرورية. نقول وإلا فلا. ليش؟ كفانا تفرقة للأمة. هذا والله
كلام الإخوان المسلمين وكلام السروريين قبل 20 عاما، شاءه أم أباه. كان ذاك اليوم يقول لا تفرقون المسلمين، لا تفرقون أهل السنة، وهذا الآن يقول لا تفرقوا الأمة. الأمة هي مفترقة على 73 فرقة، أنت الآن تفرق تقول لا تفرقوا الأمة. هذا ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإذا أردت بالأمة أهل السنة فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، السروريون ليسوا من أهل السنة، هؤلاء مبتدعة ضلال، ومواقفهم تحكي ذلك. هذا هو الذي يقال إنه تمييع وتساهل وكسر لصور الولاء والبراء بين أهل السنة الذي نشأوا عليه وعلموه ونشئوا عليه وفهموه وحفظوه. كذا الولاء والبراء فيها لها عمد في شهادة لا إله إلا الله، فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. الخوارج فيهم وفيهم من العبادات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال للصحابة أنتم رضي الله عنهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وقال فيهم شر الخلق والخليقة، وإلى إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه إلى آخره. وهذا يقول لا تفرقوا الأمة. وإذا نص عالم معتبر ما شاء الله، والذين تكلموا من 20 سنة كلهم ما هم معتبرين. ومن هو هذا العالم المعتبر عندك؟ لا أدري. هذه كلها من القيود التي يأتي بها ليهول على الناس ويرهب الذي بين يديه من طلاب العلم السلفيين الصغار حتى يضلهم بدعوى حب العدل والإنصاف وعدم الظلم وعدم الجور وعدم. هذا الذي يفسد على أهل السنة. ولذلك نحن نقول مثل هذا لا يستمع له ولا يجلس إليه ولا يحضر عليه ولا يدرس عليه، لأنه يفسد أهل السنة ويضر السلفيين. 20 سنة تأتي سكت دهرا ونطق هجرا بعد أن تكلم سرور الآن بنفسه وفاحت القضايا هذه وروائحها وانتهينا منها، تشكك في وجود الطائفة السرورية. سبحان الله. هذا لماذا لا يقال عنه متساهل؟ لما لا يقال عنه مميع؟ لما؟ لأجل يبقى هذا الصنف من الناس وراء الحجاب، حط نفسه في المعتدلين، وهو في الحقيقة في الذين يهدمون ما بناه أهل السنة ويفسدون ما بناه أهل السنة، ويوطئ للتعايش مع أهل السنة. وجوابه هذا قاله في جواب من قال له، في سؤال من قال له إنه لا يحضر دورة في أندونيسيا في معهد الإرشاد، لأن معهد الإرشاد مع السروريين ومع جمعية إحياء التراث، لأنه يحضر عندهم فلا بد أن يدافع بهذا الدفاع العام حتى لا يتوجه الطعن إليه، وإلا لو كان ناصحا ما ذهب إلى هذا المركز ولقال لهم من هم هؤلاء الحزبيين؟ بينوا. إذا بينوا له أنهم متحزبة فالسلفي ما يذهب إليهم، يقطع. ذهبت إلى إحياء التراث إلى الكويت، فجاءني إحياء التراث يريدون إلقاء كلمة عندهم، وهذا مسجل عام 1414 يعني قبل 19 سنة. قلت لهم لا آتي، فتظاهروا بأنهم يريدون الخير وأن هذه الأخطاء لا يقرونها، وعبد الرحمن عبد الخالق لا يقرونه على أخطائه قلت أنا آتي طيب بشروط، بعد أن تشفع بعض المشايخ وجاءوني في الليل وقالوا نحن نسألك أن تذهب. قلت أنا أذهب لكن بشروط. قالوا ما هي؟ قلت أولا أسجل المحاضرة كما تسجلون أنتم والكلمة التي ألقيها. قالوا طيب. قلت ثانيا الأسئلة أنا الذي أتولاها ما تحجب عني. قالوا طيب.
والثالثا إذا جاء سؤال في جمعية إحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق أجيب عليه. قالوا طيب، قلت خلاص تفضلوا. فخرجوا من عندي، فقلت للإخوة الذين شفعوا أتصدقون أنهم يوافقون على هذا؟ سكتوا. قال بعضهم والله ما أدري، بعضهم قال ممكن، لأن المرسول فلان من طلابي ممن درسته أنا في الكلية، وأخذته جمعية إحياء التراث للأسف، ونحن قد حذرناه منها من هنا، وذهب بعد ذلك ووقع في حوزة. بعد ذلك جاءني من الغد عبد الله السبت وقال أنا ما علمت أن الإخوان يعني اتفقوا معكم وأن لكم محاضرة. قلت جاءنا فلان والمشايخ يشهدون، اسألهم. قال أنا رحت اليوم الجمعية ما رأيت لهم أي إعلانات ولا أثر ولا شيء من هذا. قلت قد وافقوا بلسان مندوبهم الذي وكلوه. نعم. فجاء قال ما فيه ولا محاضرة. طب أنا أعرف هذا مسبقا، ما فيه ولا محاضرة. لما جاء المساء حولت المحاضرة من عند الجمعية، قالوا الإخوان تقام المحاضرة وعدوا لها مكانا وألقيناها فيه. في الوقت هذا قلت لهم أرسلوا، وبعض إخواني أيضا من الكويت من السلفيين قالوا هذا حق، قلت أرسلوا إلى جمعية إحياء التراث إلى مسجدهم فلعلهم يفتحونه ويقولون الشيخ اعتذر ولم يأتي. فذهبوا فوجدوا الأمر كما قلت، أوهموا الناس أنني اعتذرت. فالسلف الصادق ما تتغير مواقفه، هي واحدة في بلده وفي غير بلده. وهذا هنا الآن يسأل فيميع أمر السرورية بعد 21 سنة من أمرها، لأنه قد ذهب إلى مركزهم، ووالله لن نسكت عنه وعن أمثاله ولو وصل صراخه السماء ما دام الأمر للنصيحة. فهذا لما لم يذكر هو وأمثاله؟ ليش؟ هذا هو المميع، لكنهم لا يذكرونهم. مثله علي الحلبي وانتهاؤه في جمعية إحياء التراث ومعهم وبينهم، ليش ما يذكرون؟ يقال عمن ينتقدهم في بواطيلهم إنه متشدد. ليش؟ لأنه لم يتميع معهم كتميعهم ويتساهل كتساهلهم. فثباته على السنة والسلفية والولاء والبراء، الولاء لأهلها والبراء من أعدائها، جعلهم يصطدمون به لأنه ينكر عليهم. فلما أنكر عليهم تساهلهم وتميعهم رموه بالتشدد. ومن لم يعلم حالهم من العلماء وسكت، لا مداهنة معاذ الله، لكن لم يعلم حالهم حقيقة كما علمناه نحن، وصفوه هو بالمعتدل. وإلا لو عرضت عليه أقوالهم هذه وقرأها وأفعالهم وتتبعها لما قال إلا بما قلنا به. فهؤلاء يا أبنائي يفسدون، فتنبهوا لهؤلاء، وعاقبتهم يرجعون إلى الإخوان المسلمين. هذا باب. الباب الثاني، لما نرى الهجوم على أهل السنة ولا نرى منهم هجوما على المنحرفين؟ فأين تشددنا نحن؟ هذه شدتهم هم علينا. طيب فين كلامهم ونقدهم لأهل الأهواء والبدع؟ هؤلاء الذين الآن هم معهم سكتوا عنهم، صاروا هم وإياهم سواء. فعلي الحلبي يدافع عن المغراوي ويدافع عن عدنان عرعور ويدافع عن محمد حسان ويدافع عن هؤلاء جميعا، هو وإياهم سواء. وهجومه على أهل السنة. وهؤلاء يغضبون، هذا وأمثاله يغضب للكلام في أهل البدع في السروريين، ويهاجم في مقابلهم أهل السنة. هذه هي السلفية عندهم ما شاء الله. فهذا ينبغي أن تعلموه وأن تفهم القضايا هكذا، لا على الغمغمة والخديعة والغش للسلفيين. فأحذركم من هذا الصنف الذين يفسدون باسم السلفيين، وهم في الحقيقة ينقضون على السلفيين ويفتحون باب التحزب
والحزبية على مصراعيه ليدخل فيه السلفيون، فما نحس بعد ذلك إلا وهم مع إحياء التراث ومع هؤلاء، كما انتهى الأمر بعلي الحلبي، فكيف بمن دونه؟ فيا إخوتاه الحذر الحذر. أيضا يقول اتهام المشايخ بالتحايل عن التبديع بالتحذير. من قامت عندنا به البدعة، قلت لكم أنا مرارا، من قامت عندنا به البدعة وانطبقت عليه شروطها والله نبدعه ولا نبالي. ما المانع من تبديعه؟ ما نحن خائفون منه. الله أمرنا بأن نقول القسط وكلمة الحق. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا. احنا ما نخشى أحد إلا الله جل وعلا. فإذا قامت موجبات التبديع بدعنا ولا نتحايل، والتحايل لغيرنا ولو أردناه لكنا من أكثر الناس أتباعا اليوم، مع المتلونين المميعين المتميعين، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من ذلك. وما عرفنا أشياخنا إلا صادقين لا يبالون في هذا بأحد ولا يخافون في الله لومة لائم. الشبهة الثالثة يقول إنهم يحذرون من الصغار ويسكتون عن الكبار. نقول وهذا من الكذب الكبار. فهذا بكر أبو زيد رحمه الله رددنا عليه وهو عضو هيئة كبار العلماء، أنا رددت، والشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى رد عليه في شريط مسجل في تصنيف الناس، والشيخ ربيع حفظه الله رد عليه بكتابه الحد الفاصل بين الحق والباطل في سيد قطب، وغيرنا كثير ردوا عليه، ما بالينا به، وهو عضو هيئة كبار العلماء. لما قال الباطل ردينا عليه بعلم وحق وعدل. وهذا بن جبريل رحمه الله ردينا عليه لما قال الباطل في مدح الإخوان المسلمين، وفي مدح جماعة التبليغ والدفاع عنهم، وفي مدح أسامة بن لادن والدفاع عنه. وزادني الإخوان مؤخرا جاءوا لي بكلام عجيب، لو كنت أعلم أني سأتكلم الليلة لجئت به، دفاعه عن علوي مالكي، محمد علوي مالكي الخرافي القبوري، يدافع عنهم ويجعله من أهل العلم وكتبه تقرأ وما حذر أحد منه يقول. وهناك من كفره من أهل العلم والفتاوى موجودة. والقرضاوي ويدافع عن هؤلاء جميعا ويقول تقرأ كتبهم ويستفاد منهم. وأحمد النجمي والشيخ ربيع يحذر منهم، والشيخ ربيع ليس من أهل العلم ولا من جرح والتعديل، وهو كتبه موجودة وشاهد عليه بالجهالات أو قال بالجهل. وأسامة بن لادن مدافع عنه، وعلوي مالكي مدافع، محمد علوي مالكي مدافع عنه، والقرضاوي مدافع عنه، والتبليغ مدافع عنهم، والإخوان المسلمين مدافع عنهم، وسيد قطب مدافع عنه إلى غير ذلك. ويقول لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه لا تنشر هذا الكتاب الذي هو المورد العذب الزلال، فيرد عليه شيخنا بقوة وشجاعة الأسود غير خائف منه ولا مبالي ولو كان عضو إفتاء، يرد عليه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. هذه مواقفنا التي كانت لنا مشهودة، وولينا مولاك، لا نوالي إلا لله ولا نعادي إلا فيه. فأنتم اذكروا لنا مواقفكم. السلفي ينطلق من تعظيم أمر الله وتعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يبالي في ذلك بأحد، لكنه يعرف كيف يتخاطب ويعرف أدب التخاطب. فالشدة في موضعها محمودة، والرفق في موضعه محمود، ويتخاطب مع كل واحد بما يليق به. فإذا جاء بكلام المخالف بخطه أو نطقه ورد عليه ونقضه يقال هذا متشدد، هذا والله العجب. فحينئذ هذه الشبهة أظنها زالت. ويقول حذر من الشبه أيضا، حذروا من فالح
الحرب حفاظا على مكانتهم، وإلا منهجه هو نفس منهجهم. لو كان منهجه منهجنا ليش ردينا عليه؟ هذا من السفة، هكذا بس عقله. لو كان منهجه منهجنا ليش ردينا عليه؟ أليس هذا سفة الذي يتنزه عنه العقلاء؟ ولكن الكذب بلاش، سهل، والكذاب مكشوف. وهذا يقول أيضا نفسه السلسلة في الشبه: لا ندخل في مسائل التحذير لأننا صغار لا نفهمها، ونترك هذا للعلماء. طيب العلماء يحذرون من؟ يحذرون العلماء يحذرونك أنت، لأنك صغير لا تفهم هذه الردود. إذا كنت صغيرا لا تفهم فيكتفون، يقول لك يا ولدي هذا خير فافعله، وهذا صاحب خير وسنة فالزمه، وهذا شر وبدعة فاحذره، وهذا صاحب شر وبدعة فاحذره. فهم حذروك لأنك صغير لا تفهم، أعطوك هذه الكلمات. التحذير لعوام المسلمين الذين لا يفهمون يعطونهم تحذيرا مختصرا، لأن هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنت واحد منهم. فالتحذير للصغار صحيح، لكن أنت لا تدخل في مسائل الرد والردود، تزعم أنك تكتب وتحرر، أنت ما تعرف هذه الأشياء. أنت فرضك في هذا الباب اتباع العلماء العارفين، فتلزم قولهم علماء السنة. قال أحمد رحمه الله: من فضل الله على الحدث أو من توفيق الله للحدث والعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة. فصاحب السنة يدلك ويهديك ويرشدك، لأن المعلم الناصح هذا طريقه. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد. المفيد هو المعلم اللي عنده علم يفيده، ناصح، لا بد أن يكون ناصحا. فإذا رآك إلى انحراف أو اعوجاج نصحك. أما الذي بس يعلم ولا ينصح هذا ما هو ناصح وليس بأهل لأن يعلم. ولكن كونوا ربانيين، والمعلم بمنزلة الوالد، والوالد رحيم بولده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، كما قلت لكم ذلك في حديث أبي داود وإن كان في سنده كلام. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه أو تجزئه. وهذا له شواهد، ولكن لفظة الوالد تبقى على الكلام الذي في سندها. فالشاهد المعلم معلم ومربي وناصح، ينصح طلابه على خير ما يعلمه لهم، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من نبي من الأنبياء إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. والعلماء ورثة الأنبياء، يدلون الناس على خير ما يعلمونه لهم ويحذرونهم من شر ما يعلمونه لهم. ولعلنا نقف عند هذا القدر من هذه الشبه، وبالله التوفيق، ونأخذ قليلا من الفقه.